السلام عليكم ورحمه الله. في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على مباراه دارك الملكي اللي تعلن عليها البارح 12/4/2024. غادي نهضروا على اول حاجه اللي هي الشروط ديال الترشيح اللي ما تبدلاتش بالمقارنه مع الاعوام اللي فاتوا. نفس الشروط، يعني عازب من جنسيه مغربيه والبالغين من العمر 18 سنه على الاقل و 24 سنه على الاكثر، الحاصلين على شهاده البكالوريا 2024 و2023 في جميع الشعب، مؤهلين بدنيا، متوفرين على قامه لا تقل عن 170 بالنسبه للذكور و168 بالنسبه للاناث بدون سوابق عدليه. كذلك الطريقه ديال التسجيل راه ما تبدلاش، باقي نفس السيت. التسجيل تيكون كامل غير في هذا السيت هذا الاخوان. التسجيل راه مازال ما بداش، غادي يبدا ابتداء من 18 شهر 4 على الساعه 8 صباحا الى غايه 10 ماي 2024، تقريبا واحد 22 يوم ديال لا ديوغي باش تقدروا انكم تسجلوا في هذه المباراه هذه. فالاخوان الحاجه اللي هي مهمه هو انه يكون عندكم واحد الجيمايل اللي هو صالح، واحد الجيمايل مثلا اللي كنتي انت فاتح دابا عندك جيمايل في التليفون ولكن ما عارفش المودو باس ديالو. انا كننصح اي واحد من هذا المنبر هذا انه الا كنتي عندك جيمايل في التليفون وما عارفش المودو باس ديالو، افتح واحد الحساب جديد، افتح جيمايل جديد وكتب المودو باس ونوطي عندك في شي ورقه ولا شي حاجه اللي تبقى عاقل عليه، حيت هذا الجيمايل هذا راه هو الفاكتور دابا. الا ما كانش هو راه ما غادي يوصلك، راه ما كاينش شي طريقه اخرى اللي غتوصلك فيها الكونفوكاسيون. تقدر تجيب جميع الشروط، يعني تجيب نقطه مزيانه وتقبل ويصيفطوا الكونفوكاسيون وتلقى راسك انك فات عليك الحال. فما نبغي حتى شي واحد يطيح في هذا اللوكا هذا. فردوا البال الله يرضي عليكم اي واحد كيسمع هذا الفيديو هذا، الا كان عندك جيمايل ما عرفش المودو باس ديالو، نصيحه مني افتح جيمايل جديد بمودو باس جديد. ندوزو دابا الملف الترشيح اللي كيتكون من البطاقه الوطنيه اللي غادي نسكانيوها. فهاد التسجيل الاخوان راه كيحتاج واحد السكان كنسكانيو البطاقه الوطنيه ريكتو فيرسو، يعني من الامام الجهه الاماميه والجهه الخلفيه. ردوا البال الاخوان، حنا مازال غادي نهضروا على طريقه التسجيل من غادي يبدا التسجيل ان شاء الله في 18 ابريل، ولكن انا اللي بغيت ننبه من دابا، ربما انه تبعت شي طريقه اخرى من بعد وتبغي تسجل بوحديتك، فرد البال هذه القضيه هذه. البطاقه الوطنيه خاصك تسكانيها ريكتو فيرسو والسكان يكون واضح. كذلك نسخه كامله من رسم الولاده، نسخه كامله. واحد القضيه، كاين واحد الناس اللي غادي يمشيو وغادي ياخذوا عقد ازدياد وغادي يسكانيو ويدوزوا. لا، عقد ازدياد راه ما دايزش، هذيك كتسمى نسخه موجزه من رسم الولاده، ماشي نسخه كامله. نسخه كامله راه كتمشي للمقاطعه كتقول لهم بغيت نسخه كامله من رسم الولاده، راه كتكون فيها الديتاي بزاف. هذيك هي اللي كتشدها وكيكون مكتوب فيها نسخه كامله من رسم الولاده، هذيك هي اللي كتسكانا. وكذلك تنقول لكم ركزوا الاخوان على السكان، حيت السكان راه مهم بزاف. انا ما بغيتش شي واحد اللي متوفره فيه الشروط ويقدر انه يتقبل ويدير خطا في التسجيل ويتقصى. على الاقل انكم كلكم دوزوا بعدا في الانتقاء كاع اللي كتوفر فيه الشروط واللي جاب نقطه مزيانه. المهم على حسب العتبه، حيت شحال من واحد دابا تيسولني على العتبه تيقول لي شنو غادي العتبه اللي معتمده هذا العام. فالعتبه ما كتحددش، يعني ما كتبقاش نفسها هي. العام اللي فات راه وقفوا اخر دفعه عيطوا ليها كان عندهم 12.00، يعني كاين الدراري اللي جابوا 12.00 كلهم تقريبا صيفطوا كونفوكاسيون باش يدوزوا الشفاوي. كاين اللي تقبل ودابا راه خدام، وكاين اللي تقصى لسبب ما من الاسباب. فهذا الشيء اللي كاين الاخوان. كيف ما قلت لكم ردوا البال، اول حاجه شنو هي اللي هي الجيمايل، ثاني حاجه شنو هي اللي هي نسخه كامله من رسم الولاده. خصكم تاخذوا النسخه كامله من رسم الولاده، ماشي نسخه موجزه. هادشي ردوا مع البال الله يرضي عليكم. بغيت شي واحد اللي يضيع في هذه المباراه. بالنسبه للسيت الاخوان راه دابا ما خدامش، راه واخا تبغيو تدخلوا ليه ولا شي حاجه ما خدامش، غادي تفتح اوتوماتيكمون نهار 18 ابريل ابتداء من 8 صباحا، يعني مع 8 الصباح تقدر انك تسجل. اللي بغى يمشي دابا وياخذ هذه الامور هذه، يعني نسخه كامله يوجدها من دابا، فراه مزيان. شحال من واحد اللي تيكون يعني ما زايدش في نفس المدينه اللي هو ساكن فيها حاليا، خصو ضروري انه يديبلاصا ويجيبها، حيت الا درتوا ديك القضيه ديال انكم دومونديو عليها الكترونيا فراه كونوا اكيدين انها تعطل عليكم، ربما يفوتكم الحال. لا، ديبلاصا. مثلا انت ساكن انت في مكناس وتزاديتي مثلا في قنيطره ولا الرباط، فسير اخويا ديبلاصا وسير الرباط وجيب هذيك النسخه الكامله. فطريقه ديال الانتقاء كما كتشوفوا، المرشحون المسجلون الذين تم قبولهم من طرف لجنه الانتقاء بعد دراسه ملفاتهم سيتوصلون باستدعاء عن طريق البريد الالكتروني. كيف ما قلت لكم الجيمايل ثم الجيمايل اهم حاجه في هذا الفيلم كامل. كذلك واحد القضيه الاخوان اللي غادي ننبهكم عليها هو انه التسجيل ما تزربش فيه. التسجيل تاكد منه انه صحيح 100%. راه اي خطا راه غادي يؤدي للاقصاء اوتوماتيكمون. اي خطا غادي يؤدي للاقصاء اوتوماتيكمون. فردوا البال ونتسجلوا بشويه علينا، حيت راه ماشي كيعني انك لا تسجلتي انت الاول راه انت غتقبل. لا، واخا تسجلت الاخر نهار وجيتي يا سيدي ومشي دوزتي مثلا البكالوريا ديالك وجبتي فيها واحد المعدل اللي هو مزيان، راه غدوز انت الاول، راه يعيطوا لك انت الاول. راه كيعيطوا هما كيبداو بالنقطه اللي هي مزيانه عاد كيبقاو هابطين، ماشي كيبداو بالناس اللي تسجلوا الاولين. نتمنى النقطه هذه مفهومه مزيان. نتمنى لكم التوفيق الاخوان، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله.